الأخبار السيئة: خسارة منتخب مصر الناشئين من المغرب 5-1. 5-1. والمنتخب الأولمبي كان 6. المنتخب الأولمبي كان كام؟ 6-0 مش كده؟ في الدورة الأولمبية. ادي دول، اتفرجوا دول بيعدوا ازاي المغاربة، واتفرجوا التانيين المصريين بيعدوا ازاي. اتفرج، شوف المغرب اللي هتنظم كاس العالم بقى خلاص اهي. النادي الرياضي لشباب المحمدية، نؤمن بطموحاتنا. ادي اهو 5-1. منتخب مصر الابيض كله طالع مطأطئ الرأس، هزيمة ثقيلة. منتخب المغرب ده بتاع ده المنتخب اللي تم اكتشاف 10 حالات تزوير فيه. ده اكتشاف 10 حالات تزوير. ماذا تم يعني ما هو رد الفعل؟ ولا حاجة. احنا ما كان يجب علينا ان يشترك هذا المنتخب في هذه البطولة وهو مهلهل. اذا كان في ناس بتفهم في كرة القدم كان لازم يبقى في فكر. انا رايح اشترك، هلعب مع تونس والجزائر والمغرب وليبيا والمنتخب دوت فقد 10 كان بيلعب هم اساسي. طبعا اساسي، اجسامهم كبيره وسنهم اكبر. مش هيبقوا اساسي ازاي؟ لازم يبقى اساسي على العيال الصغيره دول. لما جبنا العيال الصغيره دول اهم، العيال الصغيره دي في سنها الطبيعي خدت 5. ليه؟ لان ما تمش الاعتماد عليها، ما تمش تدريبها تدريب كافي. كان التركيز على المزورين. طيب المزورين مشوا، الفرقه اتكشفت، شالوا 5. ولسه هيلعبوا الجزائر، ولسه هيلعبوا تونس، ولسه هيلعبوا ليبيا. وربنا يستر في الفترة اللي جاية والماتشات اللي جاية. طبعا رئيس البعثة هناك إيهاب الكومي، الأستاذ إيهاب الكومي هو رئيس البعثة هناك. ربنا يقدره بقى على اللي هو فيه.